أنا هوشنغ أوسي، روائي وشاعر وصحفي، ولي تجربة قصصية. هذه هي التجربة القصصية الثانية الصادرة عن مؤسسة بتانا، والمجموعة القصصية بعنوان آلام برنابا وصوته. هي متنوعة الأفكار والمواضيع. حاولت فيها أن أحرك بعض الأسئلة ولا أطرح أجوبة. أعتقد أن وظيفة الأدب هو تحريك وإثارة الأسئلة أكثر من تقديم الوصفات الجاهزة أو الإجابات القطعية. المجموعة القصصية لن أتحدث عنها كثيرا، سأترك القارئ أن يكتشفها، لأنه عندما أتحدث عن الكتاب أصبح وصيا على القارئ، وأريد أن أترك قوسا مفتوحا لاجتهاداته وتأويلاته. فهي آلام برنابا وصمته. شخصية برنابا القديس برنابا موجود في سردية الإسلامية بشكل، وفي بشكل آخر مناقض موجود في السردية المسيحية. السردية التي يحاول أن يقدمها هوشنغ أوسي عن القديس برنابا، صمته وآلامه مختلفة، ستجدونها في هذه المجموعة القصصية. هوشنك، أنت روائي كردي سوري تعيش في بلجيكا، ولديك يعني فرصة لتعدد الهوية الثقافية، إن أنت تكون يعني ما بين الهوية السورية والكردية أيضا، والهوية الأوروبية. حدثنا عن هذا الموضوع. الأساس في هويتي هو الإطار الكردي، الهوية الكردية. لغتي الأم هي اللغة الكردية، ثقافتي ثقافة كردية، لكن الهويات الأخرى هي قيم مضافة. الثقافة العربية قيم مضافة إلى الثقافة الكردية، وبالإضافة إلى فترة عيشي واستقراري في بلجيكا منذ 15 عاما، أضيف إليها الفضاء الغربي، فضاء الحريات، فضاء الذي يحفز العملية الإبداعية. وبالتالي هويتي مركبة، فيها الجانب الكردي والجانب البلجيكي، وحتى فيها الجانب المصري أيضا، لأنه أنا أعتبر نفسي أيضا مصريا، لأنه شربت من نيل مصر وتواصلت مع المصريين، وصار في بيناتنا عيش وملح. يعني أصدقائي في مصر الحبيبة كثر، يعني من المبدعين والصحفيين والكتاب. أحاول أن أكون عند حسن ظنهم، ومرضاة الناس غاية لا تدرك. يعني قد يكون لدي يعني تلك الرغبة اللحوحة في أن أكون كما ذكرت قيمة مضافة إلى معرض الكتاب وإلى حياة أصدقائي أيضا. يعني أن أقدم لهم شيئا مختلفا في الأدب وفي التعامل الإنساني، يعني التعامل الإنساني المباشر. والإنسان هكذا يعني يترك أثرا يثبت ويدل أنه عاش ومر بهذه البلاد ومر بهذه الحياة. أنا من هذا الصنف من البشر.